عادل الكلباني يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أحداث شرورة المؤلمة والتي راح ضحيتها رجال الأمن الشهداء بإذن الله. كتب عادل الكلباني تغريدة يسأل فيها من غسل أدمغتهم، ثم ما لبث أن أجاب عن السؤال الذي طرحه لينفث سمومه وحقده على الدعوة السلفية قائلا: إن داعش نبتة سلفية. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبتة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم. هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب اللي يخوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد، دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه، فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية. هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.